اللي انتوا شايفينه في الفيديو امام حضراتكم ده نبيل عماد دونجا، اكلح وانت اللاعب في تشكيله نادي الزمالك، واللي بيطلع لسانه لجمهور النادي الاهلي، واللي هتعول لعيبه المارد الاحمر في بطوله السوبر المصري بدايه من 19 اكتوبر حتى 25 اكتوبر المقبل. ايوه زي ما بقول لك، اللاعب المالط نبيل عماد دونجا بيطلع لسانه لجمهور النادي الاهلي، رغم ان انا عارف وانت عارف كمشجع لنادي الزمالك ان اللاعب ده مش شطب كوره، ان اللاعب ده مالط كوره. مع ذلك جمهور نادي الزمالك مبسوط بدونجا وفرحانين ان دونجا معاهم وليس عليهم، مرتدي قميص نادي الزمالك وليس قميص النادي الاهلي. تشوف دخلته مع الاعلامي ابراهيم فاي، لا قبول ولا شخصيه ولا كاريزما، حاجه كده في منتهى الكلاحه، لاعب في منتهى السماجه، بغض النظر عن ان احنا كلنا عارفين ان هو لاعب ملط، ولكن اللي يشوف دونجا واحتفالاته وهو مفكر ان هو بيغيظ جمهور النادي الاهلي او لاعيبه النادي الاهلي، يقول ان دونجا هو اللي جاب السوبر الافريقي لنادي الزمالك وليس ناصر منسي. بغض النظر عزيز الزملكاوي، انتوا تستحقوا البطوله، نادي الزمالك فعل كل شيء في هذه المباراة، يستحق البطولة. احنا كنا سيئين بشكل كبير جدا، ولكن انا مشكلتي دلوقتي كمشجع للنادي الاهلي مع هذه الشخصية السامجة بشكل كبير جدا، لاعب مستفز يستفزك تلقائيا كمشجع للنادي الاهلي، حابب ياخد اللقطة على حساب النادي الاهلي، حابب يبين لجمهور نادي الزمالك وياخد اللقطة، قد ان هو بيعشق نادي الزمالك، ما بيمثلش اي ثقل في مركز خط الوسط لنادي الزمالك، ومع ذلك البعض من جمهور نادي الزمالك فرحان وفخور ان هو معاهم بسبب كلاحته الكرويه. جمهور نادي الزمالك وكذلك دونجا ما يعرفوش ان هم بيوكزوا غضب الشيطان اللي هو النادي الاهلي. بالمناسبه عايز اقول لك كمشجع للنادي الاهلي وكمشجع لنادي الزمالك ان النادي الاهلي اللي شفته في مباراه السوبر الافريقي هتشوفه بقى بشكل مختلف تماما في بطوله السوبر المصري لو حصل نصيب والنادي الاهلي قابل الزمالك في السوبر. طبعا كلنا عارفين النادي الاهلي هيشارك في بطوله السوبر بصفته بطل الدوري المصري، وكذلك فريق طموح بيراميدز بصفته بطل كاس مصر، وكذلك سيراميكا بطل كاس الرابطه المصريه، ولكن نادي الزمالك مش شارك بسبب طبعا الخلطه والهرتبيسه. وانت عارف وانا عارف ان نادي الزمالك ما ينفعش يشارك في كاس السوبر المصري لانه انسحب منها قبل كده وخاف يلاعب النادي الاهلي، زي ما انسحب ايضا في بطوله الدوري المصري وخاف يلاعب النادي الاهلي. ولكن البركه في عامر حسين اللي اعطاهم الكارت الذهبي، معرفش ايه الكارت الذهبي اللي من خلاله نادي الزمالك هيقدر يشارك في بطوله السوبر المصري، وانا طبعا بتمناه علشان نعطي في هذه المباراه نادي الزمالك درس قاسي كما حدث في نهائي القرن، كما حدث في جميع المباريات اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتائج قاسيه على نادي الزمالك، اداء واستحواذ ونتيجه. طبعا كلنا عارفين ان هذه المباراه هي مباراه للنسيان، خلينا نكون واقعيين، النادي الاهلي ما وصلش اصلا السعوديه، لعيبه النادي الاهلي كانت نازله هذه المباراه برعونه كبيره جدا، كانت نازله هذه المباراه احنا كسبانين اصلا نادي الزمالك، وكل جمهور النادي الاهلي كان متوقع اصلا ان النادي الاهلي على بعد خطوه ان هو يكرر مباراه ال6-1، وده طبعا اللي كان واصل لعيبه النادي الاهلي، لدرجه ان البعض من لاعيبه النادي الاهلي كانوا حاضرين افتتاح مول لبعض الشخصيات المهمه المشهوره في مصر قبل ما النادي الاهلي يسافر للسعوديه قبل خوض لقاء السوبر الافريقي بايام وساعات قليله فقط. ده اللي يدل على ان النادي الاهلي مفيش فيه مدير كوره ذكر بعد رحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ، ويا ويلي نادي الزمالك من شر قد اقترب. ان شاء الله النادي الاهلي ونادي الزمالك يروحوا بيراميدز وسيراميكا، ونشوف بقى فاينل مختلف تماما من النادي الاهلي في السوبر، هو بيعطي نادي الزمالك درس قاسي ويعلمه كيف تلعب كرة القدم، وقد ايه النادي الاهلي ما ينفعش تستفزه. يا دونجا سلام.